اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، عملت عيش طويل اهو، عيش المكنه. ما شاء الله، انا عملته حلو كده. انا بحبه يا حبايبي تخين شويه، عشان يفضل طري معايا. لو عايزاه ناشف بترقيه شويه عشان يطلع ناشف معاكي. ما شاء الله، شفتوا الجمال والحلاوه، شفتوا العيش وحلاوته يا حبايب قلبي. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. انا عملتهم كده، صحيت الصبح بدري عجنت شويه عجين ومليت البيت عيش. ما شاء الله، ما كانش عندي عيش خالص، فقلت هو على ايه احسن من عيش الفرن 100,000 مره. عجنت شويه دقيق، كان عندي شويه دقيق غله جايباهم معايا من البلد، مسكتهم عجنتهم ما شاء الله ومليت البيت خير. قبل كده ما نخش على الفيديو بتاعنا الجميل يا حبايبي، نصلي بينا على الرسول ونقول كده بسم الله ونبدا الفيديو بتاعنا. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، صحيت بدري كده عجنت حته عجينه نعمل بيها شويه عيش. هنعمل عيش كده بالمكنه واوريكم طريقته. طبعا انا ما وريتكوش العجينه ازاي، شوفوها في الفيديو اللي فات. انا عامله فيديو خبزه في عيش وعجنه العجينه يا حبايب قلبي، هي العجينه واحده. خشوا كده وشوفوا الفيديو هيعجبكم خالص. والنهارده هنعمل عيش طويل بالمكنه، فقلت اوريكم كده. يا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم. ولو عجبكم حبايب قلبي، اهم حاجه حطوا اللايك وعشان الفيديو بتاعي يبان ويترفع كده للناس. هنسمي الله كده ونسيب العجينه تخمر ونغطيها كده كويس لحد ما تقعد ساعه كده وتخمر، وبعدين اوريكم هنقطعه ازاي عيش المكنه. زي ما انتم شايفين اهو يا حبايبي، العجينه خمرت معانا اهو، بسم الله ما شاء الله، فتحت خالص اهي. انا هبطها يا حبايبي لان العجينه ملت الطبق كده، فهبطها خالص اهي. هنبدا كده نقطعها كور صغيره واوريكم كده احنا بنخبز العيش بتاع المكنه ازاي. والعجينه دي يا حبايبي بتنفع للعيش التاني اللي انا مصوراه لكم في الفيديو اللي فات. عملت العيش العرايشي المصري الجميل ده. تابعوني يا حبايبي لاخر الفيديو، هتشوفوا كده الفيديو بتاعي الجميل. يا رب كده يعجبكم. خلاص كده يا حبايبي، انا قطعت شويه اهو صغيرين ما شاء الله اهو. هنمسكهم كده نبططهم وهنفردهم على المكنه، هنسويهم في الفرن. هتشوفوا كده معايا طريقته سهله جدا. ما شاء الله. العجينه حلوه خالص معانا. قطعيها كره صغيره كده يا حبايبي مش كبيره. انا قطعت العيش المصري وفردته على الملايه وسبته عشان يرتاح شويه. وهقطع الحبه دول قدامكم. طبعا انا ما صورتش العيش المصري لان عملته قدامكم، يعني عملته على القناه قبل كده. فهوريكم ده وهتشوفوا ان شاء الله هتستفيدوا كتير. والعيش ده جميل جدا يا حبايبي. هقطعه كده معاكم واوريكم انا بسويه ازاي. زي ما انتم شايفين يا حبايبي اهو، بسم الله ما شاء الله. احنا ربطنا المكنه وهنفرد كده العجينه معانا اهو زي ما انتم شايفين، واحده واحده يا حبايب قلبي اهو ما شاء الله. احنا هنزود اول حاجه، هنعدل مش عايزينه يعني رقيق قوي ما شاء الله اهو زي ما انتم شايفين. ومعانا طبعا المكنه اهي، المطرحه مش داخله طبعا في المكنه اهو. واحده واحده يا حبايب قلبي ما شاء الله. شفتوا الجمال والحلاوه اهو. اهو شفتوا اهو. هنسويه طبعا في الفرن وهوريكم. وبكده حبايب قلبي انا خلصت العيش معاكم. شوفوا الجمال والحلاوه، الله عليك يا ام محمد، بسم الله ما شاء الله. بصوا العيش التاني يا حبايبي انا مش صورته لكم لان عاملاه في القناه. لو عايزين تشوفوا طريقته خشوا كده على القناه هتلاقوا الفيديو بتاعي موجود. ما شاء الله شفتوا برده جميل جميل جدا جدا جدا. وحاجه كده يعني تفتح النفس على الاكل. مليت البيت خير يا حبايبي. صحيت من الفجريه عجنت العجين بتاعه وسبته يخمر ما شاء الله. ما اخدش معايا نص ساعه بس ما شاء الله عليه. الحبه العيش دول عسل يا حبايبي. شوفوا ما شاء الله، اللهم صل على النبي. عايزين ناكل بيهم عدس، بناكل اي حاجه والله يفتح النفس على الاكل ويتاكل كده حبه زي ما هو كده ما شاء الله. ده العيش الطويل نفس عجينه العيش اللي هو المصري التاني يا حبايب قلبي. وبكده انا خلصت الفيديو بتاعي الجميل معاكم. يا رب كده يعجبكم وينول اعجابكم. ولو عجبكم حبايب قلبي شجعوني كده بكومنت حلو زيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.